سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنجدد الترحاب بكل مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم وصفات أم خليل، ومرحبا بكل المشاهدين الجدد. ما تنساوش الضغط على زر الأحمر اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى يعجبكم الفيديو. فاليوم غنوجد معكم دجاج محمر في الكوكوط اللي هو كيجي لذيذ ورائع بطريقه اللي هي بسيطه وسهله. كيف كتشاهدوا معنا كيجي محمر، كنرافقوه بسلطه او بديسير اللي هو اي ديسير موجود في الدار. فبلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. في اناء كناخذوا 2 فصوص ديال الثوم مفرومين، كنزيدوا عليهم نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره من الكمون، نصف ملعقه صغيره من البابريكا، نصف ملعقه صغيره من راس الحانوت او بهارات مشكله او كاري اللي متواجد عندكم، نصف ملعقه صغيره من الكركم او الخرقوم، نصف ملعقه صغيره من الملح، 3 ملاعق كبيره من الزيت النباتي او زيت الزيتون على حسب الذوق. كنضيفوا ملعقه صغيره من الخل ابيض او عصير ديال نصف ليمونه على حسب المتوفر عندكم. انا ما متوفرش عندي الليمون حاليا، استعملت الخل الابيض. كنخلطو مزيان حتى كتنسجم لينا العناصر. كنضيفوا عليهم ملعقه صغيره من مركز الطماطم او معجون الطماطم، وكنضيفوا واحد المكون اللي هو يعني هو السر في انه كيخليه يكون لنا محمر، وهو العسل. فهنا كيف كتشاهدوا عندنا ملعقه ديال معجون الطماطم، ضفنا ملعقه ديال العسل وكنخلطوا الكل جيدا. كنجيبوا الدجاج ديالنا، يعني الدجاج على حسب الافراد ديال الاسره طبعا. كنحاولوا كنتكوه هكا بالاداه، او اللي ما عندوش يدير غير فرشيط. ضروري ان نديرو فيه ثقوب باش يشرب لينا الشرموله مزيان. كنغطيوه بكيس بلاستيكي وكنخليوه من ساعه حتى ل2 سوايع، واللي يزربها الوقت وما عندهاش فمعليش يقدر طيبه في نفس الوقت. فمجرد انا تخليه يرتاح واحد 5 أو 10 دقائق لا غير. انا هنا من بعد ما دازت عليه 2 ديال السوايع، فغناخذ الكوكوط ديالي غندير فيها ملعقه كبيره ديال الزبده ونضيف لها 2 ملاعق كبيره من الزيت، وكنحط الدجاج ديالي على الجهه اللي بغيتها انه يعني يتحمر عليها، الجهه اللي غنحطها طبق التقديم، الجهه اللي كيكون فيها الجلد، باش انها تحمر مزيان وتاخذ اللون اللي بغينا. كيف كتشاهدوا حطيته مقلوب. فهنا انا غادي نضيف نصف كاس ديال الماء، لانه عندي الكوكوط كتشرب، فالا درتو بلا ماء فاكيد غادي يتحرق ليا قبل ما يطيب. فاللي عندها الكوكوط من الماركه الزينه وما كتشربش ليها فما يشقاش دير الماء، لانه الدجاج كيطلق السوائل. فانا هنا عارفه الكوكوط ديالي لذلك ضفت نصف كاس ديال الماء، وكنديرها طيب على النار اللي هي مهيله مده نصف ساعه، نار مهيله كنأكد عليها. هنا كيف كتشاهدوا معنا من بعد ما تحمر معنا الدجاج طاب على خاطرو، يعني طاب على بوطه اللي هي طاب على عافيه اللي هي مهيله. الا جهدنا العافيه فهو غادي يتحرق لنا قبل ما يطيب. فهنا كنحيدوا الدجاج ديالنا، وكنكونوا من قبل قطعنا البطاطا مكعبات صغيره. فخديت انا 3 الحبات ديال البطاطس قطعتها مكعبات، وخديت القليل من البازيلا او الجلبان، هو اللي غنرافقو مع هاد الدجاج. فكناخذوا ديك الانيه اللي كنا حيدنا منها الدجاج، ما غاديش نرميوها، نغسلوها. غادي نديرو فيها نص كاس ديال الماء، وكنوضعوا فيها ديك الخضره ديالنا باش انها تشرب لنا كامل ديك الصلصه اللي بقات، وكنرجعوها في الكوكوط
على داك الزيت وداك الصلصه اللي بقات لينا. كنرجعوها فوق النار مده 10 دقائق حتى ربع ساعه على نار مهيله. ايضا كتشاهدوا معنا كطيب على خاطرها. هنا كنولي كنرد الدجاج ديالي واحد لجوج دقائق غير على ما يسخن ليا باش نحطوه في طبق التقديم. هنا انايا رافقت معها سلطه مغربيه اللي هي عباره عن خيار، بصله، طماطم والخس، وكذلك رافقت معها الديسير اللي هو الفراوله. قطعتها وضفت عليها ملعقه صغيره من السكر، حركتها مزيان وحطيتها في الطبق. قطعت عليها شرائح ديال الموز، قطعت ايضا خديت برتقالتين قطعتهم شرائح، والماء اللي كينزل لينا من الفراوله او الفريز فما كنرميوهش، كنسمو به الشرائح ديال التشين، فهو كيعطيها واحد المذاق بنين بزاف. فكيف كتشاهدوا معنا الطبق ديال اليوم بسيط بزاف وكيجي زوين ولذيذ ايضا. فنتمنى انكم تجربوه وتعطيونا رايكم في التعاليق، واللي عندها شي سؤال او استفسار فمرحبا بكم. فهنا اكيد طبق كيشهي وفي نفس الوقت ما كياخدش مجهود كبير، فايضا اذا كانوا ضيوف الغفله او فهو في الساعه كيوجد. فاللي مهم هو انه الدجاج يعني يكون عندنا مقبل في الثلاجه، دايرين له الخل والملح باش هكذا يطيب عندنا فتي. والنصيحه الاخرى انه فاش كنديروا في الكوكوط كيخصنا نقصوا العافيه تكون مهيله باش كيطيب ويتحمر على خاطرو بلا ما يتحرق. البنات اللي عندها الكوكوط كتشرب دير كيفيه نصف كاس ديال الماء وشهيه طيبه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم بحول الله.